الفصل الثاني: علاقة المسلمين بالركن الخامس. يمكن تصنيف المسلمين فيما يخص علاقتهم بالحج إلى 4 أصناف. ألف: الصنف الأول: معه مال وقرر أن يؤدي الفريضة. 2. الصنف الثاني. الصنف الثالث. الصنف الرابع: معه مال ولم يحج، يشتاق للحج ولا يستطيع. هم الذين أدوا الفريضة، فكيف يمكن للدعاة أن يقدموا العون والإرشاد لهذه الطوائف الأربعة؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وفي حديث آخر: وطيب الكلام. وفي مراسيل خالد بن معدان عن النبي قال: ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال 3: ورع يحجزه عما حرم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحبة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة لله بحجه. ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحج ما وصى به النبي أبا جزين الهجيمي فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. وعموما فإن خير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آل عمران 134. وكان أحد الصالحين يوصي الحج قائلا: عليك بكظم الغيظ وبذل الزاد. وعند السفر فإن الإحسان للرفقة وخدمتهم خير من العبادة القاصرة. وقد كان النبي في سفر في حر شديد ومعه من هو صائم ومفطر، فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي: حزين ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجر ذلك. وكان رجل من الصالحين يفعل ذلك، فإذا وجد رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي فيغسله. وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال: هذا من شرطي فيغسله. فلما ما تنظروا في يده فإذا فيها مكتوب من أهل الجنة، فنظروا فيها فإذا هي مكتوبة بين الجلد واللحم. وصحب بعضهم أحد الصالحين في رحلة حج، فلما عاد وسئل عن صحبته قال: كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب وهو شيخ ضعيف. وكان ابن المبارك إذا أراد الحج من بلده مر جمع من يريد الحج، وأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة، ويطعمهم أطيب الطعام، ويعطي لكل منهم ما يشتري به هدايا لأهله. فإذا ما عدوا صنع لهم طعاما، ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم، فرد إلى كل واحد نفقته كما هي. المعنى الثاني للبر توضحه الآية الكريمة: وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البقرة. وقد تضمنت الآية أن البر 6 خصال من استكملها فقد استكمل البر والصدق والتقوى، وهي الإيمان بأصول الإيمان ال5، فهو لازم لقبول الأعمال: إيتاء المال مع الاحتياج إليه لذوي القربى واليتأم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وهذا على سبيل الصدقة. إقامة الصلاة 4. إيتاء الزكاة. الوفاء بالعهد 6. الصبر. ومن أعظم البر في الحج كثرة ذكر الله تعالى. سئل النبي: أي الحج أفضل؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا 1. وقال: أفضل الحج الحج والثج. ونفقة الحج على نفسه أو على غيره في الحج لها أجر مضاعف. لهذا كان حرص السلف الصالح على تحقيق البر في الحج بإنفاق المال على حبه لأنهم في سفر، ووجود المال بوفرة مطلوب في هذه الأحوال. ففي مسند الإمام أحمد عن بريدة ألف أن النبي قال: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف.
ويدل على ذلك أيضا قول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 19 وأتموا الحج والعمرة لله. البقرة 195 196. ففيه دليل على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله. الدعاء ببر الحج: ما دعا حج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبرورا. لهذا من المأثور أن يقول الحج داعيا: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. علامة الحج المبرور: قال الحسن: آية الحج المبرور أن يرجع الحج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن يدع سيء ما كان عليه من العمل. الصنف الثاني: معه مال ولم يحج، فهذا مشغول بالدنيا، يجمع المال ليشتري العقارات ويبدل السيارة، أو يكتنز المال، أو يشارك في المشروعات، لكنه لا يضع نصب عينيه أن يقيم الركن الخامس من أركان إسلامه، أو يؤجل أداء الفريضة على أساس أنه لا داعي للعجلة. المنهج الدعوة في التعامل مع هذا الصنف هو الترغيب في أداء فريضة الحج والترهيب من الإهمال فيها. الزمن المناسب لتذكيره قبل شهر رجب، حيث تكون الفرصة مهيئة والوقت كافيا للحجز في رحلة الحج، فيجب على الخطباء والدعاة تذكير الناس وتشويقهم لأداء الفريضة في خطب الجمعة ودروس المساجد. هل الحج على الفور أم على الترخي؟ قال رسول الله: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال النبي: حزين التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وقال: 3 حزين: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد بمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. 1. وبماذا يكون الاعتذار؟ إن الحج من أركان الإسلام، ألا ينهدم البيت إذا فقد أحد الأركان؟ قال: حزين من لم تحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال النبي: يقول الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي. المحروم: انظر إلى قوله لا يفد إلي، ولم يقل إلى بيتي، لأن الحج هو رحلة إلى الله، وكيف لا يكون محروما من حرم نفسه من زيارة الكريم؟ وفيه استحباب زيارة البيت الحرام بحج أو عمرة مرة كل 5 أعوام. الآثار: هذه الآثار من باب التقريع وليس التكفير لمن ترك الفريضة مع القدرة. قال عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظر كل من كانت له جدة مال واستطاعة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. ما هم بمسلمين؟ 4. قال سعيد بن جبير: مات لي جار موسر ولم يحج، فلم أصل عليه. يا من أجلت، ألم تسمع قول تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق له من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الأعراف 185. أما سمعت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آل عمران. أما سمعت فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. والنبي يضع لنا قاعدة في السعي للآخرة: بادروا بالأعمال 7. هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فكم من غني أصابه الفقر، وكم من سليم أصابه المرض، وكم من خارج من بيته ولم يعد إليه بل إلى قبره. وقال: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتكبروا. وقال النبي لرجل يعظه: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فبادر بالعمل والعجل قبل هجوم الأجل. وإذا أردت غدا الحصاد فلا بد أن تزرع اليوم. أعرف رجلا كان موسرا، لكنه مات قبل أن يحج، فنصح أحد الدعاة الورثة أن يخرجوا نفقة الحج وينيبوا من يحج عنه قبل توزيع التركة، لكن الورثة أبوا وتعللوا بحاجتهم للمال، وأن الحي أولى من الميت. في الترغيب في الحج أخرج الطبراني والبزار واللفظ له أن رجلا من ثقيف جاء إلى النبي يسأله عن الحج وما له فيه،
فقال له النبي: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر الغفرتها أفيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الحجار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك هديك فمدخور لك عند ربك. وأما حلاقتك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك خطيئة. فأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يده على كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مض. نجمة الصنف الثالث. يشتاق للحج ولا يستطيع نجمة والمانع من الحج هنا قد يكون نجمة همزة عذر صحي النجمة، فإذا كان يملك مالا فعليه أن ينيب عنه غيره ليؤدي الفريضة عنه. نجمة باء لا يملك المال الذي يمكنه من أداء الفريضة، فهؤلاء عليهم عدة واجبات. نجمة واحد أن يصدقوا في نيتهم لأداء الفريضة لقول النبي: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. فإن الإنسان ينال أجر العمل إذا أخلص النية لله ثم حيل بينه وبين الأداء. لما خرج النبي في غزوة تبوك قال: إن في المدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: حبسهم العذر. رواه البخاري ومسلم. وفي الترمذي أن النبي قال: إنما مثل هذه الأمة كأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مال هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله: فهما في الوزر سواء. على كل من كان في مثل هذه الحالة أن ينوي بصدق أداء الحج من الآن ثم يشرع في توفير مبلغ من المال في كل شهر كدليل على صدق نيته. فهناك من يعتذر بعدم الاستطاعة بينما هو ينفق كل دخله وقد يشتري بعض الكماليات، وأن له أن يوفر نفقة الحج هكذا، لكنه إن بدأ بتوفير ما يستطيع ويكتفي بإنفاق الضروريات فإن الله عز وجل يعينه على أداء الفريضة، وفرق كبير بين من يعينه الله ومن يكله إلى نفسه. نجمة اثنان: أن يسألوا الله أن يمن عليهم بأداء الفريضة وأن يلحوا على الله بذلك. نجمة ثلاث: أن يطرقوا الأبواب، فربما تهيأت فرصة عمل في أرض الحجاز فلا بد من الأخذ بالأسباب. نجمة أربع: التوبة إلى الله وقضاء الديون ورد المظالم وتحري الحلال والسعي لزيادة الدخل. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، ومن عجز عن حج البيت فليقصد رب البيت فهو قريب مجيب. نجمة خمس: عليك بالعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة في كل عام، ومن ألوان العمل الصالح نجمة واحد: الأعمال التي يعطيك الله بها أجر الحجاج والعمار. نجمة اثنان: الأعمال التي يباهي الله بأصحابها الملائكة. نجمة ثلاث: أحب الأعمال إلى الله. نجمة أربع: أعمال توجب مغفرة ما تقدم من ذنبك. نجمة خمس: أعمال توجب العتق من النار. نجمة ست: أعمال توجب الجنة. فموسم الحج وشعيرة الحج منحة من الله عز وجل لعموم الأمة، ومعلوم أن نسبة صغيرة جدا من الأمة هي القادرة على أداء هذه الفريضة، فمن بين 1.5 مليار مسلم يستطيع 5 ملايين فقط أداء الفريضة في كل عام، وهناك نسبة كبيرة من المسلمين لن تتمكن من أداء هذه الفريضة. لهذا فإن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل ثواب العمل الصالح في أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل من الحج. 1.
فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس أن النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نجمة أعمال تعطي مثل أجر الحجاج والعمار نجمة واحد، الجلوس بعد الفجر في المصلى وذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس، ثم تصلي ركعتين نجمة، لقوله: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تمة. رواه الترمذي. نجمة اثنان، حضور مجلس العلم في المسجد نجمة، لقوله: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حج تمن حجته. رواه الطبراني. نجمة ثلاث، الدعوة إلى مجالس العلم والدعوة إلى أداء فريضة الحج للموسرين نجمة، لقوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. نجمة أربع، أداء الصلاة المكتوبة في المسجد نجمة، لقوله: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحج المحرم، ومن خرج من بيته إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علين. رواه أبو داود. نجمة خمس، ذكر الله نجمة. حدث هذا الموقف بعد خروج الحجين، فقد ذهب فقراء المهاجرين إلى النبي فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواه البخاري ومسلم. روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر أن النبي قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء أن النبي قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قال: يا رسول الله، من الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله عز وجل أفضل منه درجة. واحد. نجمة ست، بر الوالدين نجمة. روى أبو يعلى بسند جيد أن رجلا أتى النبي وقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حج ومعتمر ومجاهد. نجمة سبعة، التبكير إلى صلاة الجمعة نجمة، لقوله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. نجمة إن عجزت أن تكون من الحجاج فتشبه بهم نجمة. قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. نجمة أعمال يباهي الله بأصحابها الملائكة نجمة. وإن عجزت أن تكون ممن يباهي الله بهم الملائكة هناك في عرفة فلا تعجز أن تكون ممن يباهي الله بهم الملائكة هنا. نجمة واحد، مجالس الذكر نجمة. أخرج مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال:
الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني. وإن رسول الله خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. نجمة 2. انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد نجمة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله المغرب، فعقب من عقب ورجع من رجع، فجاء وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. هذا وإن كان الحجيج يكتب لهم بالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، فإن من حبسه العذر يستطيع بإخلاصه النية لله وأخذه بما تيسر من الأسباب أن يشارك هؤلاء الأجر، وإن صل في مسجد الحي. نجمة أحب الأعمال إلى الله نجمة 1. كثرة السجود نجمة. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقي الثوبان مولى رسول الله، فقلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فقال: سألت عن ذلك رسول الله، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال ثوبان. رواه أحمد. نجمة 2. إدخال السرور على المسلمين نجمة. عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. فلئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسن صحيح الجامع. نجمة 3. المداومة على العمل نجمة. عن عائشة أن النبي قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي رواية: خذوا من الأعمال ما تطيقون. رواه البخاري. وكان النبي يأمر من فاته ورده من الليل أن يصليه إذا أصبح، وكان إذا فاته صلاة النافلة صلاها بعد الصلاة التي تليها ليحافظ على المداومة. نجمة 4. الصلاة على وقتها وبر الوالدين نجمة. عن عبد الله بن عمر أن النبي قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. رواه مسلم. نجمة 5. الإيمان والهجرة والجهاد نجمة. وهذا حديث يوضح حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التقرب إلى الله بأحب الأعمال إليه. عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. ثم عملان هما أفضل الأعمال: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد. نجمة أعمال يغفر الله بها للعبد ما تقدم من ذنبه نجمة 1.
الحمد بعد الطعام وارتداء الثوب نجمة. عن أنس بن مالك أن النبي قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام وارزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب وارزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه أبو داود. نجمة 2. إسباغ الوضوء نجمة. توضأ عثمان بن عفان فمضمض واستنشق وغسل وجهه 3 ويديه 3 ومسح رأسه وغسل رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله توضأ كما توضأ. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي إمامة الباهلي قال: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت: يا رسول الله، كيف الوضوء؟ قال: إذا توضأت فغسلت يديك فأنقيتهما خرجت خطأيك من بين أظفارك وأناملك، فإذا مضمضت واستنشقت منخريك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطؤيك، فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطؤيك كيوم ولدتك أمك. رواه النسائي. وفي رواية عمر بن الخطاب قال النبي: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيهن شاء. رواه ابن ماجه. نجمة 3. إذا وافق قوله الملائكة في صلاة الجماعة نجمة. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. نجمة 4. التوبة إلى الله نجمة. عن عمرو بن العاص قال: دنوت لأبايع النبي فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. رواه مسلم. نجمة 5. تجهيز الميت والصلاة عليه نجمة. عن علي بن أبي طالب أن النبي قال: من غسل الميت وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولميفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. رواه ابن ماجه. نجمة 6. كثرة الطواف بالبيت الحرام نجمة. عن ابن عباس أن النبي قال: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. نجمة 7. الحمد على البلاء نجمة. زار شداد بن أوس مع أخ له رجلا مريضا، فقال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة. فقال له شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته، فأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. نجمة أعمال توجب العتق من النار نجمة 1. صلاة العشاء في جماعة 40 ليلة نجمة. عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: من صلى العشاء في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار. رواه أحمد. نجمة 2. الذب عن عرض المسلم نجمة. عن أسماء بنت يزيد أن النبي قال: من الذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. رواه أحمد. نجمة أعمال توجب الجنة نجمة 1. حسن الخلق نجمة. عن أنس قال: مر الناس بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فلما سأله عمر عن ذلك قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
أنتم شهداء الله في الأرض. رواه أحمد. نجمة 2. حسن تربية البنات نجمة. عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قال: قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. رواه أحمد. نجمة 3. الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نجمة. عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. رواه النسائي. نجمة 4. الجهاد في سبيل الله نجمة. عن أبي هريرة أن النبي قال: توكل الله عز وجل بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلى الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته. رواه أحمد. نجمة 5. كفالة اليتيم نجمة. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسط. رواه البخاري. نجمة 6. الإكثار من قول لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه نجمة. عن معاذ بن جبل أن النبي قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. رواه أحمد. نجمة 7. اجتناب الكبائر نجمة. عن ثوبان أن النبي قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3: الكبر والغلول والدين، فهو في الجنة. رواه أحمد. نجمة 8. القتال في سبيل الله نجمة. عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله بشعب فيه عيينة من ماء عذب فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله. فذكر ذلك لرسول الله فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي. نجمة 9. الصبر على موت الأولاد نجمة. عن عقبة بن عامر أن النبي قال: من أثكل 3 من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة. رواه أحمد. نجمة وأخيرا صيام 9 الأوائل من ذي الحجة وخاصة اليوم 9 يوم عرفة نجمة. فقد روى مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي عن صوم يوم عرفة فقال: أحتسب على الله كفارة 2 ماضية ومستقبلة. كما يجب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم الذي ينزل الله عز وجل فيه إلى السماء الدنيا، ولنحرص على الأعمال التي يباهي الله بها الملائكة والتي تكون في المسجد من مجالس الذكر وانتظار الصلاة من بعد الصلاة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم. فقد ورد في حديث عائشة أن النبي قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. فهذا الذي حبسه العذر يستطيع أن يشارك الواقفين بعرفات كل ميزاتهم. الصنف الرابع: أدى الفريضة. فعلى الناس وخاصة الدعاة: 1. أن يستقبلوهم. 2. أن يذكروهم بما عليهم بعد الحج، الوقت المناسب عند عودة الحجين. وواجب الدعاة يتلخص في: 1. استقبال الحجين. قال ابن عباس: لو يعلم المقيمون ما للحج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لأنهم وفد الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين، إلا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود. أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. قال الحسن: إذا خرج الحجيج فشيعوهم وزودوهم بالدعاء، وإذا قفلوا فالقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب، فإن البركة في أيديهم. ولا يخفى على اللبيب أن في استقبال الحجيج والاحتفاء بهم ما يعزز سلوكهم ويرغب الآخرين في الاقتداء بهم، ويذكر اللهين بضرورة أداء الفريضة على الفور. 2. تذكيرهم بما عليهم بعد الحج. ماذا بعد الحج؟ إن التوفيق إلى أداء فريضة الحج نعمة عظم. لقد وفقك الله تعالى إلى اتخاذ قرار الحج، بينما كثير غيرك قادرون على الحج بيد أنهم محرومون من اتخاذ القرار. ثم رزقك الله المال والصحة لأداء الفريضة. وأخيرا عدت إلى أهلك سالما غانما. 1. شكر النعمة. الشكر يكون بالعمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. 13.
إذا كان الله عز وجل قد جعل حجك مبرورا، فإن من البر أن تكون بارا بعيال من أسدى إليك هذه النعم، وإن من البر لين الكلام وإطعام الطعام والعفو عن الزلات. البر أن ترد الجميل للناس عملا صالحا وكلما طيبا. لقد حان وقت الوفاء. قلت في حجك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك بيعة على تغليب أمر الله على أمر البشر، ووعد الله على حطام الدنيا من الوفاء لله سبحانه أن تعز دينه وأن تعمل لنصرة الإسلام مع العاملين. في سورة الحج وبعد الفراغ من الحديث عن شعائر الحج، يذكر الله تعالى بعد ذلك مباشرة القتال في سبيل الله. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحج من 37 إلى 39. إن الحج ليس رحلة سياحية بقدر ما هو إعداد للأمة باستثمار طاقاتها وإضافة 3 ملايين في كل عام إلى أعداد المجاهدين لنصرة الدين. انظر إلى التمازج الغريب بين آيات الحج وآيات الجهاد في سورة البقرة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. 14. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. البقرة. ثم تستمر الآيات في الحديث عن القتال حتى الآية 195. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. 19. وأتموا الحج والعمرة لله. البقرة 195 196. إن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تنسجم مع أسرار الفريضة صور الانسجام، أن تجعل من دروس الحج دستور حياتها تلقنها أطفالها وتتعهد بها شبابها. أيها الحج، لقد عدت بعقلية عالية وتمازجت مع أخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، واسترجعت ذكريات الماضي وأيام العزة في الرحاب المقدسة. أنت الآن مهيأ مع إخوانك لاستعادة المجد الغابر. أيها الحج، هذا هو الركن الخامس قد وضع فلا تنقض البنيان بعد اكتمال الأركان، فإن الله عز وجل قد ذم التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل حافظ على بقية الفرائض والأركان، فإن الإسلام بنيان يشد بعضه بعضا. 2. تابعوا بين الحج والعمرة. قال النبي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة، والعمرة نافلة الحج، فمن أدى الفريضة وأراد زيارة البيت الحرام فليتبع الحج بالعمرة، فهذا أفضل من تكرار الحج، لأن في التكرار مزاحمة من لم يحج، لا سيما بعد تخصيص حصة من التأشيرات لكل دولة. وأفضل من هذه وتلك أن ينفق هذا المال في نصرة المستضعفين من المسلمين في فلسطين وغيرها، فالجهاد في سبيل الله مقدم فيه الأجر والمرتبة على الحج، لقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. التوبة. ولحديث النبي: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور.